ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنعمل مع بعض طريقة المشبك الدمياطي. بطريقة سهلة جدا، ومكونات عندنا كمان في البيت. زي ما احنا شايفين الشكل كده جميل وسهل جدا. يلا بينا نشوف احنا عملناه ازاي مع بعض. عندي هنا كوباية دقيق. انا ضفت عليها رشة ملح، وكمان حطيت معلقة كبيرة نشا، وكمان حطيت رشة ملح ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. ونزلت هنا بنص كوباية مية، تمام، مية عادية خالص. وبضرب هنا كده بالمضرب السلك زي ما احنا شايفين، بضرب كويس. ونزلت هنا تاني بحوالي ربع كوباية مية، وبستمر كده في الخفق. احنا عايزينها عجينة شوية سايلة، زي ما قلنا احنا عايزينها شوية سايلة، تمام، عشان تبقى سهلة معانا في التشكيل. شايفين؟ هو ده السمك اللي احنا عايزينه. عندي هنا ازازة فيها غطا وفيها فتحة بالشكل دوت. احنا كمان ممكن نستعمل بتاعة الكاتشب، ازازة الكاتشب او ازازة المايونيز عادي. او ممكن كمان لو ما عندكيش ده او ده، ممكن كيس بلاستيك ونعمل فتحة صغيرة فيه بالمقص. انا هنا عبيت الازازة بالعجين اللي احنا عايزينه. وعندي هنا كمان شربات تقيل، عشان اول ما يطلع المشبك على طول هنحط في الشربات التقيل، تمام. هيكون طبعا ساقع معانا. هنا الشربات التقيل انا عملته ازاي. عندي هنا كوبايتين ميه وكوبايه سكر عصير ليمونه كامله، تمام. قلبتهم على بعض وحطيتهم على نار متوسطه. اول ما يغلوا اهدي النار خالص لغايه ما يتقل معانا الشربات. هنا طاسه فيها زيت غزير سخن طبعا على نار. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. غزير سخن طبعا على نار متوسطة. زي ما احنا شايفين كده بنعمل دواير حوالين بعضها كده، بنلف المشبك بطريقة سهلة جدا. دي ابسط طريقة انا يعني عملتها. شايفين؟ يا دوب كده ابتدت تتشمع معانا. بقلبها الناحية التانية، هتاخد يا دوب لون ذهبي معانا، ما نحاولش نغمق قوي، تمام. النشا كمان اللي احنا حطيناه هيقرمش معانا المشبك. يا دوب اهي حطيناها على طول في العسل. شايفين طلعناها من العسل شكلها عامل ازاي؟ شكلها جميل جدا. وكفاية كمان اللي حاجة نظيفة معمولة عندك في البيت. شايفين بجد الشكل اكتر من روعة؟ شايفين؟ والطريقة سهلة وبسيطة. يا رب الطريقة البسيطة بتاعت المشبك دي تكون عجبتكم. عقبال كل فيديو. باي باي.